لا انا ابني مش محتاج تعديل سلوك. تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل. ابني كان طبيعي جدا، بيتكلم بيضحك بيلعب، بس ساعات بيسرح شويه. ساعات اكلمه في حاجه فجأة كده ما يردش عليا ويسرح وكأنه في كوكب تاني. عيني كانت في عينيه بس هو لا كان شايفني ولا كان سامعني. المدرسة بدأت تشتكي، شوف ابنك مش مركز معايا، في مشاكل في البيت، لو محتاج توديه تعديل سلوك. قلت لها لا 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 لا، انا ابني مش محتاج تعديل سلوك، مع اني مقتنعه ان ابني ما عندوش اي حاجه وطبيعي جدا، بس عشان اثبت لها وديته لدكتور اطفال. فاجئني وقال لي ابنك عنده كهرباء في المخ. استغربت، قلت له كهرباء في المخ؟ ده ما فيهوش اي حاجه، المشكله بس انه بيسرح شويه. قال لي المخ عباره عن كهرباء مش افكار وكلام زي ما احنا فاكرين. وفهمني وقال لي ان المخ شغال بكهرباء حقيقيه، وهي المسؤوله عن الحركه، الهدوء، الكلام، المشاعر. الموجات دي الفا راحة واسترخاء، بيتا تركيز ونشاط، سيتا أحلام وسرحان، دلتا نوم عميق. ولما الكهرباء دي تبقى مش موزونة الطفل ممكن يسرح زيادة، ينام من غير سبب. طب ايه الأكل اللي بيزود الموضوع ده؟ السكر الأبيض، الألوان الصناعية، المشروبات الغازية، المواد الحافظة، الزيوت المهدرجة. أرجوكوا بطلوا فنكوش. طب أصلا دماغ الطفل محتاجة ايه؟ محتاجة الأوميجا 3 وده موجود في السمك والمكسرات وبذور الكتان، مغنيسيوم وزنك عشان يريح الجهاز العصبي وده موجود في السبانخ والعدس والكاكاو الخام واللب السوري، وبروتين كفاية وفيتامين د وبي 6. لو شفت الأعراض دي على ابني يبقى لازم أزور الدكتور فورا، لأن في أمهات ممكن ما تاخدش بالها إن أعراض السرحان هي مشكلة عند الأطفال. طب هل كل طفل بيسرح عنده كهرباء زيادة في المخ؟ الإجابة لأ، بس إحنا لازم نطمن. خلاص زرت الدكتور وشخصني، إيه الدور بقى اللي أنا أقوم بيه عشان أساعد ابني في العلاج؟ النوم في مواعيد ثابتة، أقلل ساعات الشاشات سواء موبايل أو تلفزيون، ياكل أكل صحي، يمارس الرياضة حتى لو مشي، أساعده إن هو يمارس ألعاب التركيب زي البازل أو المكعبات، وممكن يرسم. وأول مرة تشوفني فأنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. ولو الفيديو ده لمسك ابعتيه لأي أم زيك.